حكايتي بدات كي كان في عمري 17 سنة. تعرفت على واحد فاميلتنا من بعيد، عجبني بزاف وهو تاني. تعرفنا في العرس بصح ما هضرتش معاه ولا هو حكى معايا، نظرات اعجاب لا اكثر. كمل العرس وكل واحد ولا لحياته. في هذيك الفترة كنت نقرا في الليسي، وجا وقت الدخول المدرسي، وكان عامي تاع الباك، وليت لقرايتي عادي، وكنت من داك هكا نخمم فيه اللي اسمه سمير. جاز شهر ومره كي وليت للدار لقيت اختي صغيره عليا تقرا في السيام، قالت لي زربي زربي روحي نسحقك. قلت لها غير الخير. قالت لي تشفي على سمير هذاك اللي شفناه في العرس تاع وليد عمت بابا. قلت لها ايه واش به؟ قالت لي راه حاب يحكي معك في التليفون. قلت لها علاه وانت وين على بالك؟ قالت لي شوفي جيبي نعيطولو. وبدلت السوجي وما جاوبتنيش. عيطت له من تليفوني وقعدت تقصر معاه هضره تجيب هضره حتى قالت له هاك نفوت لك اختي. قعدنا نحكيو، الحقيقه عجبني صوته وعقليته. بعد ما حكينا كوبينا نطرت بالفرحه. جازو يومين عيط لي نيميرو جديد. الو شكون معايا؟ قال لي انا ياسين صاحب سمير. قلت له نعم غير الخير؟ قال لي راني حاب نحكي معاك عليه، راه يطلب فيك لا تقبلي، زعما كشغل تولو اون كوبل، هو راه سيريو وخاطيه تمسخير وبلا بلا على بالكم. قبلت خاطر كنت معجبه به صراحه. ولينا نحكو في التليفون حتى وين حبيته وتعلقت به. وخطرة طلب مني نتلاقاو بحكم انه من نهار العرس ما تشوفناش، بالسيف باش وافقت لاني كنت نخاف بابا وطبيعته جاي واعر بزاف. تلاقينا وهضرنا وقال لي انه هو خاطيه تمسخير ويحب طفله تاخذ الراي وخاطيها تخلاط، هو واجد من كلش. هذاك النهار جاز ولا اروع شرا لي بيس جديده باش نطولوا في الهضره بحكم هو عنده موبيليس وانا نجمه يخلص الكريدي بالخف. كنت نقرا هو معمر لي حياتي، كل يوم يسقسي عليا يخاف عليا وكان كلش في حياتي. في الفصل الثاني كنت مهمله بزاف لقرايتي. كنت تلاقى به كل سمانه مالغري بعيد عليا بصح يجي، كان عنده طوموبيل وكان خدام مع خاوته ولاباس بهم. وكل ما كنا نتلاقاو كان يحب يتقرب ليا بزاف، وكنت خطرات حتى نخاف منه. لا علينا، واحد نهار صرحتني اختي اللي حكيت لكم عليها باللي راهي على علاقه مع ياسين صاحب سمير، وباللي هي اللي خططت لهاد العلاقه اللي راني فيها. يعني انا اختي وياسين حبوا يقربونا من بعض باش هما تاني يقدروا يتلاقاو. معليش كنا نخرجوا في 4 ونحوسوا وكانت احلى الايام. بصح على حساب قرايتي كنت هاملتها، ما نقراش ما نراجعش ونهرب من الحصص المسائيه. واحد نهار قال لي روحي نتلاقاو ونجي نديك مع الصباح. مع الصباح ستيكيت روحي لبست احلى لبسه وخرجت من الدار، لقيته يستنى فيا. قال لي اليوم نروحوا لدارنا جديده ما فيها حتى واحد. خفت